السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاش اخباركم؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. كيف كتشاهدوا معايا هنايا عندي ثلاثه الوصفات لدهن الخبز، كيجيو لذاذ بزاف، والاهم انهم صحيين، يعني خاليين من المواد المصنعه او من المواد الحافظه وحتى من الزيوت المهدرجه بحال زيت النخيل، راهم خايبين للصحه. فهكذا كنعطيو لوليداتنا وحتى حنايا كنتناولوا الحاجات اللي صحيين وعارفين شنو فيهم. فنمروا باش نشوفوا مقادير ديالهم وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا في الوصفة الأولى كنحتاجو الكاوكاو أو الفول السوداني، كنكونوا محمرينو. أنا هنا محمراه في الفران وكنقشروه. الا خديتوه بطبيعه الحال هذاك اللي كيكون فيه القشور كتقشروه لونو باش بالنسبه اللي كيكون فيه القشور خاص بحال هكذا كتحيدوا منه القشور، باش اولا كيعطيكم واحد اللون اللي هو هكذا ذهبي وزوين، وفي نفس الوقت لانه كيكون داك القشره كتكون موسخه فكنتخلصوا منها. الا خديتوا هذاك اللي كيكون مقشر غادي تغسلوه وتنشفوه مزيان، عاد كتحمروه في الفران حتى كيولي اللون ديالو مذهب بحال هكذا، وصافي غادي تطحنوه. هنا غنطحنو انا غير بوحديته بحال هكذا. هنايا عندي انا الطحانه هذه، هذا الربوع عندي لتحت ديالو كيكون واحد كتكون محلوله من التحت من الوسط. فهنايا الا انا مثلا بغيت نكمل فيه الخلط، لانه خصو باش يكون يعني على حسب كل واحد كيفاش كيبغي يكون الخفوفيه ديالو. الا بغيتو خفيف بزاف راه تقدروا تزيدوا فيه شويه ديال زيت الزيتون. فهنا بالنسبه ليا الا بغيت نزيد زيت الزيتون في هذه الوصفه هذه، في هذه الطحانه هذه غادي يسيل ليا من التحت. فلا كانت عندكم طحانه اللي كتكون مسدوده من التحت تكملوا العمليه. بغيتو تكملوا العمليه في الهاشوار يمكن لكم. الهاشوار ما كنصحش انكم تطحنوا فيها، لانه اولا هي كتهرمش، ثانيا راه كتخسر لكم مع المده، يعني تقدر تتفرق. انا سبق لي وقع لي هذا المشكل، عديتها عند اللي كيصايب الطحانات وقال لي ما تطحنيش فيها الحاجات اللي هما قاصحين. فما ننصحكمش في الهاشوار انكم تطحنوا المكسرات ديالكم. صافي حتى كتطحنوا وتعاودوا تبقاو تحركوا تطحنوا حتى كتولي لكم سائله كيف شفتوا معايا. صافي انا هنايا ما بغيتش نعاود نطحنها في الهاشوار. الا بغيتوا تكملوا العمليه في الهاشوار وتزيدوا فيها الزيت راه يمكن لكم. انا كملت غير في القريعه اللي غنحتفظ بها، زدت فيها زيت الزيتون وخلطت، يعني على حسب الخفوفيه اللي بغيتو. وكاين انواع ديال الطحانات اللي كيطحنوا مجهد بزاف، يعني تقدر غير الطحانه تردوا لكم سائل بزاف. بالنسبه للوصفه الثانيه انا احتاجيت هنايا البندق او النوازيت. كتحمروه في الفران او فوق المقلاة على حسب شنو بغيتو، وغادي تقشروه بحال هكذا. صافي غادي نحيد ليه القشره هنايا وغادي نديروه حتى هو في الطحانه وغنطحنو بنفس الطريقه. نسيت نذكر انه في لاباط الاولى ولا الوصفه الاولى اللي درنا راه تقدروا ديروا واحد القبيصه ديال الملحه. هي نسيت ما قلتها، رانا درتها باش الملحه كتعطي البنه لهاد الوصفات هادو اللي كدهنوا بهم الخبز، كتعطي واحد اللذه. صافي هنا غنكمل الطحن ديالي بطبيعه الحال. هنا رانا غنضيف واحد شي شويه ديال الملح. صافي هنا غنبقاو نطحنوا ونحركوا كيف شفتوا معايا رانا حركت. غنعاود نبقى نطحن بالنسبه لكل طحانه كيفاش السيستم ديالها. هنا راه كتبقاو تطحنوا غير بشويه، كتضغطوا تهزوا يديكم، تضغطوا تهزوا يديكم باش كتحصلوا على هذا القوام بحال هكذا. صافي هنايا انا بغيت نعاود نكمل لها الطحن في الهاشوار. غادي نفرغ. بالنسبه للوصفه الاولى بنفس الطريقه حتى هي، الا بغيتو ديروا بحال هكذا تكملوها في الهاشوار يمكن لكم. هنايا راه درت داك شويه في الهاشوار. انا الكميات هنايا اللي استعملت ديال هاد المكسرات درت غير شويه، لانني غنستعمل 3 ديال الوصفات في دقه واحده، يعني باش ما يضيعوش ليا، يدوزوا ليا مده قصيره. ديك الساعه لا بغيت نعاود هنا كي شفتوا معايا درت قبيصه ديال الملح، درت 2 معالق ديال الكاكاو البور، وزدت شويه ديال زيت الزيتون. هنايا انا ما بغيتش ندير العسل. واحد القضيه ديال العسل الا درتوه من الاول وطحنتوه راه دغيا تيتجمع لكم وكيقصح لكم الخليط. انا هنايا رانا درت هي الزيت وخلطت، يعني بان لي القوام مازال ثقيل، وزدت عاوتاني الزيت وغنعاود نخلط. هنايا غادي تشوفوا معايا راه ولا القوام خفيف. هنا قلت غادي نزيد شي شويه ديال العسل ونعاود نخلط باش يتقل ليا واحد شي شويه، لانه جا خفيف بزاف.
هنا كي شفتوا معايا انا درت شويه ديال العسل. بطبيعه الحال راه كتضيفوا لهاد المكونات على حساب الرغبه وعلى حساب الذوق. بالنسبه للعسل غديروه على حساب الذوق حتى تشوفوا الذوق اللي نتوما بغيتو. نفس الشيء بالنسبه للزيت، على حساب القوام ديال الخليط كيف بغيتو يكون لكم. رانا درت حتى واحد شويه ديال واحد المعلقه صغيره ديال الفاني اولا نص معلقه صغيره ديال الفانيلا باش تعطي واحد، باش كتهرس ديك المذاق القاصح ديال النوازيط. هنا بالنسبه للباط الثالثه استعملت فيها اللوز، حتى هو حمرته بحال هكذا في الفران، يعني بالقشور ديالو. يا اما كتغسلوه وكتنشفوه وتحمروه، اولا كتمسحوه بواحد المنديل اللي يكون مبلل شي شويه، لانه ديك القشره راه كتكون هازه شويه ديال الوسيخات. صافي هنا كنطحنوه ملي كي نحمروه راه كنخليو حتى كيدفى الخليط او الحبوب ديالنا اولا المكسرات ديالنا حتى كيدفاو اولا حتى كيبردوا، وصافي غنطحنوهم هنا بنفس الطريقه. ثاني هنا باش نكمل العمليه ديال الخلط غادي نعاود نستعمل الهاشوار. كنفرغ فيها هذاك الخليط. الكميه كيف قلت على حساب شحال بغيتو تخرج لكم. هنا انا راه استعملت تقريبا 150 غرام من كل حاجه. درت شويه ديال الملحه، واحد القبيصه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، وغنعاود نخلط. هنايا بالنسبه لهاد الوصفه هذه ديال اللوز او الاملو غادي نديرو فيه حتى هو الزيت على حسب القوام اللي بغينا. وبالنسبه لهنايا ملي زدت العسل انا ما بغيتش يخفف لي، ما بغيتش يتقال لي عفوا الخليط. هنا لا خدمتو الهاشوار وخلطتو راه كيعقد لكم هذاك الخليط، فانا خلطت غير بمعلقه باش نتحصل على داك القوام السائل. ولي باتي ديالنا بثلاثه كيجيو بحال هكذا، راه كيجيو رائعين للفطور، كيجيو لذاذ بزاف ما تشبعوش منهم. هكذا كتاكلوا شي حاجات اللي مصايبينهم بيديكم صحيين، كتعرفوا انهم باش مصايبين، يعني ما فيهم لا مواد حافظه لا حتى حاجه، كتكونوا ضامنين شنو عاطي لراسكم ولوليداتكم. فنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم وتاكلوها بصحه وراحه. بالنسبه هنايا للخبيزات تشوفوا معايا، هاد الخبيزات رانا محضراهم زبده الفول السوداني اولا زبده الكاوكاو. معها علاش عطى اللون هنايا قهوي، يعني ما فيهاش الكاكاو ولا شي حاجه. هنايا كندير واحد المعلقه ديال النبق مطحون ومعلقه ديال الخروب مطحون، كيعطي هذا اللون هذا، وكيجيو لذاذ بزاف ورائعين وما كيجيوش بحال فاسقين من الداخل. كاين بزاف الناس اللي كيتشكاو من هذه القضيه في خبز الفول السوداني، فهذه هي الطريقه ديال هذا الخبز رانا سبق لي واحد درتها في القناه، الا بغيتوها نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. نتمنى ايضا الا كنتو كتشاهدوا قناتي لاول مره انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وكنشكركم للمشاهده وكنضرب لكم موعد في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.